اهلا ومرحبا بكم في اول برنامج لنا عن الطب الفرعوني. في الحلقات بتاعتنا هنحاول ان احنا نفرد لبعض المعلومات الطبية وبعض المعلومات التاريخية في نفس الوقت. هنعمل مزج ما بين الطب والتاريخ، وخصوصا في حضارتنا العظيمة اللي هي الحضارة المصرية القديمة. وبدء كده هوت علشان نبقى هنعرف نفصل كده التاريخ. لما هنقول التاريخ الفرعوني هنبقى بنتكلم عن الملوك والقصور والبلاط الملكي والنبلاء والنبيلات والملكات والأمراء والأميرات، الناس اللي قاعدين في القصر الملكي الحاكم في مصر القديمة. ولما هنقول مصر القديمة أو المصريين القدماء أو زي ما أنا بحب أسميهم المصريين الأوائل، يبقى بنتكلم على الشعب اللي سمى نفسه بالهيروغليفية رمث. رمث بالهيروغليفية يعني الناس الحقيقيين، وده معناه ان المصري القديم كان بيفتخر جدا بنفسه. ومن هذا بقى الفخار ومن هذا الفكر المصري القديم هنحاول ناخده بعض الافكار من الروشتات الطبية المصرية القديمة، وهنعرض صور نادرة جدا لهذه الروشتات. وفكرة الروشتة ذات نفسها انها تبقى موجودة من 5000 سنة دي عبقرية في حد ذاتها. وهنبعد عن المبالغة وهنبعد عن ان كل شيء كان تمام في مصر القديمة طبيا. هنعرض للمشاكل الطبية اللي كان المصريين القدماء بيعانوا منها، وهنشوف ازاي المصري القديم عالج بعض الامراض. هنتكلم ايضا على ازاي ان المصري الاول دوت او المصريين الاوائل دول كانوا اول من ابتكر علم الطب المتخصص. وخدوا بالكم من كلمة متخصص دي ونحط تحتها 500 خط كده منور نيون كده هو من حروف من ذهب. ليه؟ لأن حتى الأجنبي المؤرخ اللي هو زي الإغريقي هيرودوتس أو هيرودوت قال في كتابه الثاني، هيرودوت زي ما احنا عارفين كتب 9 كتب في أدب الرحلات والتاريخ والتأريخ، جه على الكتاب الثاني وخصصه لمصر. ومن ضمن كلمات هيرودوت، ورغم ان هيرودوت عمل بعض التاريخ الخاطئ في كثير من الأحيان، ولكن كان أيضا مصيب في أحيان أخرى عندما قال أن المصريين كانوا أول من تخصص في الطب، وذكر بالفعل أن في مصر القديمة كان تخصص لأمراض الرأس، هكذا سماها هيرودوت، أمراض الرأس. أمراض الرأس اللي هي الفكرة ذات نفسها بتاعت الصداع، بتاعت البرد، بتاعت الانفلونزا، بتاعت الزكام، بتاعت أيضا الصداع النصفي. وعلى فكرة في نص مصري قديم بيتكلم على كيف أن نصف الرأس يكاد يقسم الرأس النصفين، هكذا شرحه المصري القديم. نفس الكلمة اللي بنقولها دلوقتي، بيقول لك أنا حاسس إن أنا راسي هتنفلق نصين من كتر الصداع النصفي. إذا عانى المصري القديم من أمراض معينة ما زلنا بنعاني منها دلوقتي، يعني ما كانش في فرق قوي ما بين 5000 سنة مضت ودلوقتي، لكن كيفية العلاج وكيفية التعامل مع المرض برضه اختلفت كثيرا مع التقدم العلمي والتقدم الطبي في السنين الأخيرة. أيضا هنعرف ازاي ان التخصص كان في طب العيون، كما ايضا ذكر هيرودوت، قال انه كان لديهم اطباء عيون، وقال ان كان لديهم اطباء لامراض البطن، ودي اللي احنا بنسميها دلوقتي يقول لك انا رايح اشوف بطنه. يعني حتى احنا في كلامنا وفي لغه الانسان اللي ماشي في الشارع الجميل المصري الجميل دوت يقول لك انا رايح ايه اكشف بطنه. يعني حتى احنا شلنا كلمه انا رايح اكشف عند دكتور باطني، فاختصرنا هذه الجملة إلى بطنة. ويظهر أن الاختصار دوت هو الرجوع إلى الأصل والجذر المصري القديم، عندما قال المصري القديم أنه كان متخصص في أمراض البطن أو طب البطن. ودي بقى مشكلة المعدة والى آخره. أيضا هيحضرنا هنا أن احنا نوريكم بعض الصور النادرة لتشريح الجسد عبر دراسة كل الأعضاء وتسمية الأعضاء تسميات هيروغليفية. هيبقى فيها حلقة كاملة هنخصصها لتسميات الأعضاء في الجهاز الهضمي والجهاز أيضا التنفسي. هتستغربوا مثلا لما تعرفوا أن القلب كان يطلق عليه إيب. إيب كان القلب، ولذلك المعدة سماها إيب. يعني فم، بق يعني. يبقى إذن المصري القديم سمى المعدة فم القلب، وده شيء عجيب، وفي نفس الوقت نستطيع أن نقول أنه علاقة جدا جميلة ومتخصصة في أنه هو عمل مشكلة
ما بين القلب لما يبقى عنده مشاكل وما بين مشاكل المعدة أو العكس. الأكل اللي هو احنا بناكله بيؤدي إلى مشاكل في المعدة، وفي كثير من الأحيان أيضا لو كان في دهون أو بيأثر على القلب. والمصري القديم درس دوت برضه من حوالي 2800 سنة قبل الميلاد. هنتكلم أيضا عن أهم الروشتات. يوجد روشتات للأسف الشديد تم أخذها من مصر وذهبت إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى بلاد العالم في 1800 وأوائل 1900، وكان منها من ذهب عن طريق السرقة وعن طريق الشراء وعن طريق التنقيب وأخذ 50% من المنقبات والمكتشفات. يعني عندنا طرق كتيرة ذهبت بها آثارنا إلى الخارج في الماضي، والحمد لله ده توقف بنسبة عظيمة جدا دلوقتي لوجود كثير من الحراسة وكثير من المراقبة الموجودة في مصر وفي خارج مصر. بعض هذه الروشتات يطلق عليها إدوين سميث. إدوين سميث ده اسم الراجل اللي اشتراها، ده اسم الراجل اللي كان بيمتلكها. أيضا لدينا بردية شهيرة جدا اسمها بردية أنستازيا. عندنا بردية اسمها بردية كاهون. عندنا بردية شهيرة جدا اسمها تشستر باتي، وهكذا. هذه البرديات فيها عدد كبير جدا من أمراض النساء اللي هي أمراض النساء، وعندنا مشاكل كتيرة جدا بالنسبة للعظام، وخصوصا أن المصري القديم كان يعمل بيده وكان يعمل بعضلاته كثيرا. احنا يمكن دلوقتي دي قلت عندنا في القرن العشرين وال21، أن الناس ما بقتش في العالم كله، ان الناس ما بقتش تشتغل بايديها كتير. بدل ما كنت بتشيل وبتحط، وبدل ما كنت بتبني بطريقه معينه في العالم كله، الان الاجهزه والونش والى اخره. لكن المصري القديم لما جاء يبني الهرم من 2 مليون و300 الف حجر، يعني انتم متخيلوا هرم خوفو ده واحد من 138 هرم في مصر، كان الوزن بتاع هرم واحد بس 6 مليون طن. 6 مليون طن في مبنى واحد. الأداء ده ب 148 متر ارتفاع، بمساحة 13 فدان كقاعدة على هيئة مربع. كل هذا الأداء كان أداء يدوي، يستخدم اليد ويستخدم حيوانات ودواب زي الحمار وزي الثور، لأن أيام هرم خوفو ما كانش يوجد لسه الحصان لسه ما كانش المصري القديم اتعرف عليه. أيضا ما كانش فيه عجلة، ما كانتش العجلة لسه اتعرفت. ايضا ما كانش فيه لسه البكر، يعني فكرة البكرة دي البوليز والليفرز، وفكرة البكر وشد التقل عن طريق البكر اللي بيستخدموها في كل حتة في العالم في القرن العشرين ومن قبلها في ال19 وال18 وال17 كمان ميلاديا، ده ما كانش موجود في وقت بناء الهرم. اذا كانت اليد مع الحيوانات والدواب لها الاشتراك الاكبر والنسبة الاعظم في البناء. طيب ده معناه ايه؟ معناه حاجة من الاثنين، يا اما انت هتبقى جسمك قوي جدا، وده اللي احنا برضه هنفرد ليه العضلات، وازاي المصري القديم كان عضلاته مفتوله، وازاي ان كان جسمه كويس وكانت دهونه قليله. وهنشوف ازاي بالنسبه للمراه المصريه القديمه انها كانت بتلعب الرياضه. الرياضه كانت هامه جدا في مصر القديمه، وهنفرد حلقات للرياضه، وهنجيب لكم ايروبكس لاول مره في التاريخ من 4000 سنه كانت المراه المصريه تلعب الايروبكس، بس احنا سميناها تسميه مختلفه. بس هي الفكره دلوقتي ان احنا بنحب نستخدم الفاظ مختلفه شويه، وساعات بنتغرب في الفاظنا. في الحلقات بتاعتنا احنا هنرجع تاني لاصلنا. يعني مثلا يوجد كلمه هيروغليفيه تقال، انا دلوقتي هتكلم هيروغليفي، سخ مخ اب. طب اب وقلناها خلاص حفظناها، القلب. طب وسخ مخ؟ سخ مخ اب بالهيروغليفيه لكي يترفه او لكي يرفه عن قلبه، يعني ان انت قلبك يترفه، قلبك يبقى في سعاده وفي ترفيه. فدي كانت اقرب كلمه للرياضه، لكلمه الرياضه في مصر القديمه. وخدوا بالكم كلمه سبورت ديت ما دخلتش غير في ال1700 وال1800. كلمه سبورت بالانجليزي اي رياضه. فاذا لما انا اقول لك على لفظ هيروغليفي من 5000 سنه كان بيؤدي نفس معنى الرياضه، فده معناه المصريين الاوائل كانوا يعني في انجاز عظيم جدا. ايضا هنشوف المصري القديم وهو بيلعب ملاكمه، وهو بيجري، وهو بيلعب مصارعه، وهو بيجدف تجديف، وهو بيلعب ضرب السهام او رمي السهام والنبله. هنشوفه وهو بيلعب تحطيب، ودي لعبه بدات ترجع لمصر الان في القرن ال21، وبدات منظمات ثقافيه كتيره جدا. واخيرا كنا شايفين في محافظه الاقصر مسابقه جميله جدا ومهرجان جميل جدا للتحطيب، من ضمن الرياضات الجميله اللي احنا رجعناها هنلاقيها موجوده على جدران المعابد. ايضا سوف نتكلم عن الاطباء بقى. احنا كلنا عارفين
الطبيب الأشهر إمحوتب. وبالمناسبة في خلال حلقاتنا هنحاول برضو نصلح النطق بتاع الأسماء والكلمات المصرية القديمة. طيب ايه يا بسام فرق بين إمحوتب وانت بتقول لنا ان هو اصلا اسمه إمحتب؟ فرقت كتير؟ فرقت كتير. هقول لك ليه فرقت كتير. لان انت لما تقول إمحوتب الطبيب المصري المشهور يبقى له معنى، الاسم ذات نفسه له معنى بالكتابة والرموز والشخصيات الهيروغليفية القديمة. لكن لما تقول إمحتب وهو الاسم الأصلي والنطق الصحيح لاسم هذا الرجل الجهبذ، يبقى انت برضه بتديله معنى تاني. طب معنى إمحتب ايه؟ إم ادي واحدة، حتب ادي واحدة تانية. إمحتب اهو. إمحتب معناها، وانا اعتقد ان هو من ارق الاسماء لاي رجل في تاريخ الحضارات كلها، الذي يأتي في سلام. يعني شوف معنى الكلمة عاملة ازاي، شوف الرقة عندما اختار الأب والأم الاسم لأولادهم. ومن هنا برضو لازم نتفرع ونقول شوف المصريين القدماء كانوا بيسموا أسماء لأولادهم جميلة ازاي، واحنا برضو الآن بنسمي أسماء احنا مش عارفين معانيها ايه. في أسماء بنسميها لبناتنا بدون بقى ذكر الاسماء ديت معناها القرد الصغير وهو اسم منتشر. طب انا عرفت ان انا بسمي بنتي القرد الصغير قبل ما اسميه ولا ما عرفتش؟ المصري القديم بقى نتعلم منه. علشان كده الناس اللي بتقول طب الاغراق في التاريخ يا بسام وان احنا نرجع للماضي والناس بتجري من حوالينا، ما انت لو رجعت لاصلك ولجذورك هتلاقي ان انت ممكن تستفيد استفادات هايله جدا. وده اللي احنا الهدف بتاعنا، ونبتغي هذا من هذه الفقرات وهذه البرامج وهذه الحلقات. خد بالك إمحتب الذي يأتي في سلام رجل كان يعيش 2800 سنة قبل الميلاد. ما كانش دكتور وبس بقى، ما كانش طبيب وبس، ده كمان كان مهندس معماري. الله، يبقى عملية الموسوعية دي كانت موجودة صح؟ النهارده يقول لك ده مهندس طبيب، ده لواء طبيب، يبقى ده راجل عسكري وفي نفس الوقت طبيب. يبقى عملية الموسوعية اللي كان المصري القديم فيها والمصري الحديث فيها دي شيء برضه ما اتغيرش كتير. لكن هنفاجئكم في حلقة الأطباء الأوائل بذكر أسماء لدكاترة قبل إمحتب. الله، كان في أطباء مصريين قدماء وأوائل قبل إمحتب؟ أيوه. وهنعرفكم أيضا على الأطباء اللي جم قبل إمحتب. الله، في أطباء مصريين أوائل قدماء جم قبل إمحتب، مؤسس علم الطب عند الدنيا كلها. فبالتالي احنا هنعرفكم على بعض الشخصيات اللي يمكن تكون مبهمة شوية في التاريخ، وخلينا اقول لكم بس بعد الفاصل.